بيبدأ الفيلم في المكسيك وبنشوف حاليا مذيعة شابة اسمها أنجيلا، وبيكون مع أنجيلا المصور بتاعها اللي اسمه بابلو. وحاليا بقى هما كانوا في مركز الإطفاء بتاع مدينة معينة في المكسيك. طيب بيعملوا إيه هنا؟ بكل بساطة أنجيلا وبابلو بيصوروا حلقة في برنامج اسمه عندما ننام ليلا. وباختصار فكرة البرنامج ده إن أنجيلا ومصورها بابلو بيقضوا ليلة مع ناس بيشتغلوا شغلانات مش بتنشط إلا في الليل، زي شغلانة مثلا رجل المطافي. وبيقضوا بقى يوم كامل معاهم وبيصوروا كل حاجة بتحصل في يومهم بشكل تفصيلي وكده يعني. وفي كل الأحوال يعني أنجيلا حاليا بتصور مع رئيس مركز الإطفاء، واللي بيفضل يديها معلومات كتير عن المكان وطبيعة الشغل وما إلى ذلك. ده غير إنه على فكرة بيخليها كمان تجرب لبس رجال الإطفاء. بعد كده الرئيس ده بياخد أنجيلا وبابلو بيوديهم للمكان اللي فيه كل رجال الإطفاء اللي بيشتغلوا يعني في المركز. وبيعرف بقى أنجيلا على اتنين منهم اسمهم أليكس ومانو. والمفروض إن أنجيلا وبابلو هيقضوا اليوم النهاردة مع أليكس ومانو دول. بعد شوية بقى من كل ده بيجي نداء استغاثة للمركز، وبنعرف ان النداء ده من عمارة كده المفروض ان فيها مشكلة، ان اهالي العمارة دول بيقولوا انهم فجأة سمعوا صوت صريخ في دور معين من ادوار العمارة. وعلى طول بقى بيطلعوا اليكس ومانو عشان يشوفوا في ايه، وبيطلعوا معاهم انجيلا وبابلو بحيث يصوروا كل حاجة بتحصل. بعد شوية بقى بيوصلوا الكل عند العمارة، وبيدخلوا بيلاقوا كل سكان العمارة متجمعين في المدخل بتاع العمارة نفسه. حاليا بتكون في واحدة من السكان اسمها ماري، المفروض ان هي اللي بلغت. وبتعرف ماري بقى الكل ان في ست في الدور من ادوار يعني العمارة اسمها كونشي عمالة تصرخ وفي اصوات غريبة من عندها، وانهم بلغوا عشان يعني الموضوع ده. والعلم بيجي حاليا كمان قائد الشرطة، واللي بيكون وصل لهنا عشان يشوف في ايه مع المساعد بتاع الضابط اللي اسمه سيرجيو. المهم يعني قائد الشرطة حاليا بيتكلم مع مانو وأليكس وبيعرفهم إنهم المفروض يطلعوا يشوفوا الست دي. فبيوافقوا على كلامه وبيطلعوا بقى قائد الشرطة وسيرجيو ومانو وأليكس ومعاهم كمان أنجيلا وبابلو بحيث برضه يشوفوا كل حاجة. بعد شوية بيوصلوا الكل للشقة بتاعت الست اللي اسمها كونشي، وبيدخلوا بقى الشقة وفجأة بيلاقوا كونشي قدامهم. بس كونشي ما بتكونش طبيعية خالص يا صديقي، كونشي بتكون متغرقة بالدم بمعنى الكلمة، وشكلها مش طبيعي ولا بتتكلم، تحسها زومبي كده من الآخر. المهم ان قائد الشرطه بيتكلم معاها وبيحاول يهديها ويعرف في ايه، لكن كونشي مش بيفرق معاه كل الكلام ده، وبدون مقدمات بتهجم على قائد الشرطه وبتفضل تعضه. فبسرعه بقى الكل بيبعدوا قائد الشرطه عن كونشي وبياخدوا كونشي عشان يعني يعالجوه، وبيسيبوا اليكس مع الست اللي اسمها كونشي دي عشان يعني ياخد باله منها وما تعملش اي مصيبه تاني. بعدها بينزلوا الكل بقائد الشرطه لمدخل العماره، وبيكونوا عاوزين يخرجوا بيه بره العماره عشان يعني يتعالج. بس هنا بقى بتكون المشكله، لان الكل دلوقتي بيلاقوا ان الشرطه لفت العماره بكل مكان ومنع اي حد انه يدخل او يخرج. وطبعا على فكرة بيكون وضع غريب للكل ومش مفهوم، وبتنتشر الفوضى بين الكل اللي كانوا عاوزين يخرجوا من هنا بأي طريقة، زي مثلا الست اللي اسمها ماري اللي كانت عاوزة تخرج من هنا عشان يعني تاخد علاج بنتها الطفلة جينيفر من جوز ماري اللي موجود بره العمارة ومش عارف يدخل. اما بقى قائد الشرطه ففي واحد من العماره اسمه ميجيل لحسن الحظ يبقى دكتور، فبيحاول ان هو يعالجه. وسط كل ده بقى يا صديقي بتحصل حاجه بتسكت الكل تماما، ان فجاه الكل بيلاقوا اليكس اللي كان مع كونشي بيترمي قدامهم من فوق. وطبعا بيترعبوا الكل وبيعرفوا ان كونشي هي اللي عملت كده، فبيقرروا الكل ان هم يطلعوا بقى عشان يشوفوها ويوقفوها. وبيطلع بقى الضابط سيرجيو ومعاه مانو وكمان انجيلو وبابلو، وبيوصلوا عند شقه كونشي. وبدون مقدمات بتجيلهم كونشي وبتكون هتهجم عليهم، فبيضطر بقى الضابط سيرجيو ان هو يضربها بالنار كام طلقه كده، فبتقع كونشي ميته اخيرا. بعد كده بقى بيبداوا سيرجيو وكل الموجودين يحاولوا يخرجوا من اي مكان في العماره عشان الوضع ده ما يبص اكتر من كده. بس المشكله انهم بيروحوا عند اي مكان عشان يخرجوا منه بيلاقوا الشرطه محاوطه المكان من كل حته وبتمنعهم من الخروج. وبيعرفوا الكل بقى ان الخروج من هنا بقى شبه مستحيل، ومحدش لسه فاهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. وعلى فكره هو شبه مستحيل انك لو حاولت مهما حصل تخرج وشافوك الشرطه هيقتلوك. بس عموما يعني الكل دلوقتي يا صديقي بيكونوا تعبوا خلاص، فبيروحوا بقى لورشه نسيج كده موجوده في الدور الارضي في العماره، وبيقعدوا فيها شويه. وفي الوقت ده بتستغل انجيلا الفرصه وبتبدا تعمل لقاءات مع سكان العماره كلهم. واول حد بتعمل انجيلا لقاء معاه هو الطبيب ميجال، اللي بيقول حاليا انه مش عارف ايه الحاله اللي مصابه بيها كونشي وبتخليها قويه بالشكل ده وبتقدر تعض الناس وتاذيهم بالشكل الغريب والعدواني. وبيرجح ميجيل ان كونشي ممكن تكون مصابه بوباء غريب كده لسه ما يعرفوش عنه اي حاجه. وبيقول كمان انه هيحاول ينقذ قائد الشرطه واليكس، لكنه مش واثق في انه هينجح في ده. بعد كده بتعمل انجيلا لقاء مع اتنين عواجيز كده، راجل وست متجوزين، واللي بيقولوا انهم دايما بيسمعوا اصوات عاليه جايه من اخر دور في العماره، وما يعرفوش السبب الصراحه، رغم ان الدور ده المفروض انه فاضي. فبتستغرب انجيلا بس مش بتعلق. بعد كده بتعمل انجيلا لقاء مع الطفله جينيفر، واللي بتقول حاجه مهمه جدا، وهي انها عندها كلب اسمه ماكس، وحاليا ماكس عند الطبيب البيطري بيعالجه. وخليك يا صديقي فاكر موضوع جينيفر وكلبها ماكس ده لقدام، لانه مهم بشكل انت مش متخيله. كلب بس مهم والله. في كل الاحوال بقى بعد شويه الضابط سيرجيو بيجمع الكل في ورشه النسيج،
وبيقولوا لهم سيرجيو ومانو حاليا انهم تواصلوا مع السلطات وعرفوا ان في وباء غريب بيحول الناس لزومبي وبينتشر هنا بالذات في العماره. تعتبر العماره هنا هي بؤره المرض، وعشان كده مفيش اي حد هيخرج من هنا مهما حصل. ولكن سيرجيو بيعرفهم برضو ان الصحه هتبعت لهم هنا مسؤول من الصحه دوره بكل بساطه انه ياخد عينات دم من كل الموجودين في العماره عشان تتفحص، واللي هيكون سليم ومش مصاب بالوباء الغامض ده هيخرج من العماره عادي خالص. وبيبدا بقى سيرجيو ومعاه مانو يجمعوا كل سكان العماره، واللي بيكونوا كالاتي: ماري وبنتها جينيفر، الاثنين العواجيز المتجوزين، عائله صينيه كده مكونه من 3 اشخاص، والطبيب ميجال، والشخص التاني اللي اسمه سيزر. واخيرا بقى وليس اخرا، الكل بيقولوا ان اخر شقه في العماره تبقى بتاعه شخص مهاجر في مدريد وبقاله سنين مش بيجي العماره. ولكن يا صديقي خليك فاكر موضوع الشخص اللي مهاجر لمدريد ده اللي قدام لانه مهم جدا. العيله الصينيه برضو على فكره بيعرفوا الكل انهم معاهم شخص عجوز عايش في شقتهم، ويبقى الجد بتاع العيله، لكنه ما نزلش معاهم لانه مشلول ومش بيقدر يتحرك. وبس بكده بيكونوا الكل عرفوا مين سكان العماره واصبحوا مستعدين لدخول مسؤول الصحه. فبالتالي بيروح بقى سيرجيو عند باب العماره وبيفتحوا مسؤول الصحه، فبيدخل وبيكون لابس بدله واقيه صفراء لانه طبعا بيكون خايف يلقط الوباء من هنا او من هنا. المهم المسؤول بتاع الصحه على طول بياخد مان هو اليكس وكمان الطبيب ميجال، وبيروح المكان اللي فيه قائد الشرطه واليكس. وحاليا بيصور بابلو وانجيلا كل اللي بيحصل ده، ولكن من غير ما حد ياخد باله خالص. وبيشوفوا حاليا ان مسؤول الصحه اول حاجه بيعملها انه بيربط ايد اليكس وقائد الشرطه بالكلبشات، وده يوضح ان مسؤول الصحه عارف الوباء وانهم بيتحولوا لزومبي، فربطهم كده عشان خاطر لو حد فيهم كده ولا كده فما يهجمش على حد. بس المشكله يا صديقي انهم مش بيلحقوا يربطوا قائد الشرطه لانه بيفوق حاليا كزومبي وبيمسك في ميجال وبيبدا يعضه. فبيترعبوا الكل وبياخدهم دلوقتي مسؤول الصحه وبيخرجوا من المكان ده فورا، وبيسيب ميجال لمصيره المجهول مع قائد الشرطه واليكس. كل اللي بيحصل ده بقى بيخلي سيرجيو يجيب اخره، فبيمسك مسؤول الصحه بعنف وبيقول له انت لازم تفهمني حاليا ايه اللي بيحصل بالظبط. فبيبدا بقى مسؤول الصحه يحكي كل حاجه. قال ان من فتره قريبه في طبيب بيطري كلمهم وقال انه بيعالج كلب كده، والكلب ده بيظهر عليه اعراض غريبه زي انه بيتوحش وحاجات غريبه مش مفهومه. والطبيب قال لهم ان المرض اللي عند الكلب ده معدي، والمفروض انه بيحول اي حد بيعضه لكائن متوحش يعني زومبي من الاخر. والكلب ده المفروض انه من العماره. فعرفوا على طول الكل ان العماره دي هي بؤره المرض، وبناء عليه لما عرفوا بالاحداث الغريبه اللي بتحصل في العماره بسبب يعني السيده كونشي، جم وقفلوا العماره بالكامل من بره ومن جوه، ومنعوا اي حد يدخل او يخرج عشان الوباء ده ما ينتشرش. في الاثناء دي بتفكر انجيلا شويه وبتقول لمسؤول الصحه هل الكلب ده اسمه ماكس؟ فبيقول لها فبتعرف انجيلا على طول ان الكلب اللي اتسبب في انتشار وباء الزومبي ده هو الكلب ماكس بتاع الطفله جينيفر. وهنا بقى بيقول مسؤول الصحه ان الطفله جينيفر اكيد مصابه بالوباء، وبيكون عاوز يعني ياخدها من ماري، لكن ماري بترفض لانها مجرد طفله. وبشكل غير متوقع بقى فجأة بتتحول الطفلة جينيفر وبتهجم على أمها ماري وبتنزل من إيدها. وطبعا الكل بيترعبوا إن جينيفر تأذيهم، لكنها يعني بتسيب الكل وبتطلع العمارة، وبتكون ماري عايزة تطلع وراها، لكن الكل بيكونوا خايفين إن ماري تكون اتصابت بالوباء فتأذيهم. فبالتالي بيكبشوها هنا في مدخل العمارة، وبيطلعوا بقى هم بنفسهم يدوروا على الطفلة جينيفر. وكمان بيقرروا إن هم يجيبوا الشخص العجوز اللي هو يعني مع العيلة الصينية دي عشان جينيفر ما توصلش ليه وتحوله هو التاني لزومبي. بعد شوية بقى بيوصلوا الكل للشقه بتاعت السيده كونشي، وبيلاقوا قدامهم الطفله جينيفر واللي على طول بتهجم على الضابط سيرجيو وبتبدا تعض فيه. وفوق كل ده بقى بتظهر حاليا للكل كونشي واللي بتكون ما ماتتش خالص، فبيهربوا الكل من المكان ما عدا بقى مانو اللي بيضرب كونشي وبيقتلها بجد المره دي. بعدها بيهرب مع انجيلا وبابلو من المكان، وبيكون معاهم بقى مسؤول الصحه، وبينزلوا الكل حاليا للدور الارضي اللي فيه ماري لسه مربوطه. وبيلاقوا حاليا ان ميجيل واللي بقى زومبي دلوقتي بيحاول يفتح المكان اللي هو فيه عشان يخرج يهجم على الكل. في نفس الوقت ده بيكون الكل عاوزين يفكوا ماري عشان ميجيل وقائد الشرطه واليكس ما يجوش يعضوها ويحولوها هي التانيه كزومبي. بس مسؤول الصحه مش بيلاقي معاه المفتاح لان المفتاح مع الضابط سيرجيو، فبيقرر يطلع يقتل سيرجيو وياخد منه المفتاح وبيسيب دلوقتي الكل. بيكون ميجيل وقائد الشرطه واليكس خلاص هيفتحوا الباب بتاع المكان اللي هم فيه، فعلى طول بيهربوا مانو وانجيلا وبابلو من المكان، وبيسيبوا ماري اللي بيهجم دلوقتي عليها ميجيل وقائد الشرطه واليكس وتعيش انت. بعدها بقى بيطلعوا مانو وانجيلا وبابلو وبيستخبوا في شقه سيزر، وبدوره بيعرفهم ان مسؤول الصحه مستخبي هنا عنده. فبيروح له حاليا مانو عشان يتخانق معاه لانه السبب في اللي حصل لماري، لكن بيلاقي مانو دلوقتي ان مسؤول الصحه اتعض وهيتحول لزومبي، فبالتالي بيقفل على نفسه اوضه كده عشان يعني ما يأذيش اي حد. وبس بعد كده بيتكلموا سيزر ومانو وانجيلا، وبيعرفهم سيزر ان تحت ورشه النسيج في قبو يقدروا منه يهربوا على الصرف بتاع المنطقه ويخرجوا من العماره خالص ومحدش هيكون حس بيهم. وبيعرفهم سيزر حاليا ان مفتاح القبو ده موجود في شقة رئيس العمارة. بس قبل ما يقول لهم مين رئيس العمارة أصلا، فجأة مسؤول الصحة بيقدر يكسر الأوضة اللي هو فيها دي وبيخرج لسيزر وبيهاجمه. فبسرعة بيهربوا أنجيلا وبابلو ومانو من المكان،
وبيكون دلوقتي قدامهم مشكله، وهي انهم ما يعرفوش فين شقه رئيس العماره. بتقول انجيلا انهم لازم يعني ينزلوا لمدخل العماره، ومن هناك يشوفوا صناديق البريد وهيعرفوا اكيد منها مكان شقه رئيس العماره. فبيوافق مانو على كلام انجيلا وبينزلوا، وفي السكه بيهجم عليهم الراجل الصيني واللي بيكون اتحول لزومبي، ولكن مانو بيقدر يكسر رقبته وبيخلص عليه. وبينزلوا بقى لكل مدخل العماره وبيشوفوا صناديق البريد، وبيقدروا منها بقى يعرفوا شقه رئيس العماره. فبيقرروا ان هم يروحوها عشان يجيبوا منها مفتاح القبو ويهربوا من هنا. ولحد هنا على فكره كل حاجه كانت تمام. لحد هنا كل حاجه كانت تمام. اللي مش تمام بقى ان ماري حاليا بتصحى كزومبي وبتحاول تهجم عليهم، لكن الكل بيقدروا يتفادوها لانها اصلا مربوطه بالكلبشات وهتنسى، فيعني مش بتقدر تاذيهم. بعد وقت مش طويل من كل ده بيكونوا الكل طالعين خلاص لشقه رئيس العماره، لكنهم بيلاقوا زومبي في وشهم فبيهاجموا مانو وبيخلص عليه. بعد كده بيكملوا طريقهم، ولكن بيقابلوا الست الصينيه وبتكون زومبي برضه، فبيهجم مانو عليها وبيفضل يتعارك معاها. اما انجيلا وبابلو فبيسيبوا مانو وبيطلعوا لشقه رئيس العماره وبيفضلوا بقى يدوروا فيها على مفاتيح القبو. بعد بقى تدوير كتير بتلاقي انجيلا مفاتيح كتير في المكان فبتاخدها كلها، وتكون انجيلا وبابلو هينزلوا للقبو بحيث يعني يهربوا من هنا. لكن وهم نازلين بيلاقوا مانو اتحول لزومبي وبيكون معاه زومبي كتير وبيطلعوا عشان يهجموا عليهم. فبالتالي بدل ما انجيلا وبابلو يكملوا طريقهم لتحت بيضطروا ان هم يهربوا من الزومبي ويطلعوا لفوق، وبيوصلوا بقى عند الشقه اللي في الدور الاخير، واللي سبق وعرفنا ان صاحب الشقه دي مهاجر لمدريد. المهم يعني ان انجيلا بتفضل تحاول تفتح الشقه بالمفاتيح اللي معاها لحد ما مفتاح منهم بيفتح الشقه فعلا وبالتالي بيدخلوها. ولكن في اللحظه دي نور الكاميرا بتاع بابلو بيبوظ، فبيفضل بقى بابلو يحاول يشغله لحد ما بينجح وبيلفوا الاتنين في الشقه. بيلاقوا بقى يا صديقي الشقه مليانه صور وورق كتير متقطع من جرايد، وكل ده متعلق على الحيطه. طب الورق ده بقى واخبار الجرايد والصور دي كلها بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بكل اختصار بتتكلم عن قضيه اسمها قضيه الفتاه البرتغاليه، ودي بنت بتتعالج في الفاتيكان من المس الشيطاني، وانها يعني عندها اعراض غريبه زي انها زومبي او حاجه اقرب للزومبي. وبيلاقوا كمان في الشقه هنا على فكره تسجيلات لحد، فبيشغلوا التسجيلات دي بيلاقوا بقى في التسجيلات دي شخص بيتكلم وبيقول انه قرا عن قضيه الفتاه البرتغاليه وعرف ان ده مش مس ولكن وباء حولها لزومبي. وعشان كده الشخص ده بيعمل تجارب هنا في شقته انه يحول الناس لزومبي. وهنا بقى يا صديقي بيفهموا الكل اخيرا كل حاجه، بيفهموا ان الشقه دي كان عايش فيها صاحبها بشكل سري مش في مدريد. والمفروض يعني ان الشخص الغريب ده عرف بموضوع الفتاة البرتغالية وعرف ان اللي عندها ده مش مس بل وباء حولها زومبي، فقرر يجرب يحول الناس هنا لزومبي. ومن هنا بقى انتشر المرض في العمارة كلها ووصل للكلب ماكس واللي تسبب في تحويل الكل بعد كده لزومبي. لكن اساس الوباء كان منتشر من الشقة هنا من البداية، واللي بتكون شقة غريبة ومرعبة بمعنى الكلمة زي ما انت شايف كده. حاليا بقى بابلو وانجيلا بيلاقوا فتحه كده في سقف الشقه، فبيفتحوها وبيطلع بابلو يشوف فيها ايه، فبيلاقوا قدامه طفل شكله غريب ومتحول لزومبي وهيهجم عليه. فطبعا بينزل بابلو وبيقفل المكان بسرعه، وبيفرح دلوقتي هو وانجيلا ان الخطر خلص من عليهم. لكن الخطر ما خلصش قوي زي ما كانوا فاكرين، لان الاتنين حاليا بيتصدموا بست شكلها غريب ومرعب قدامهم، والست دي بتكون متحوله لزومبي. وحقيقه ما نعرفش الصراحه هل الست دي هي الفتاه البرتغاليه ولا دي واحده كان المجنون اللي عايش هنا بيعمل عليها تجارب. ولكن المهم انها زومبي وبتهجم حاليا على بابلو وبتاكله بشكل بشع جدا. ولما بتخلص هوب بتهجم على انجيلا اللي ما كانش عندها اي فرصه للهروب، وبتخلص على انجيلا كمان عشان حرفيا كل اللي في العماره تقريبا بيكونوا ماتوا بما فيهم انجيلا وبابلو. ولكن الحكايه لسه ما خلصتش، لان دي لسه بدايه الحكايه يا صديقي، فخلينا اكملها لك. بعد فتره بقى مش طويله من كل ده بنخرج بره العمارة أخيرا، وبنكون دلوقتي في عربية شرطة كده، وبنشوف مجموعة من القوات الخاصة اسمهم ماتروس ولارا، وبيكون معاهم القائد بتاعهم، وكمان بيكون معاهم ضابط رابع بيصورهم حاليا اسمه روسو. طب لحظة واحدة بس، هو القائد ده وماتروس وروسو ولارا رايحين فين؟ بكل بساطة يا صديقي الأربعة حاليا بيوصلوا عند العمارة اللي كانوا فيها أنجيلا والكل، والقصة بتاعتنا كلها من البداية. وحاليا بيقابلوا شخص كده بيعرفهم انه من الصحة، وان في دكتور تبع الصحة دخل من شوية العمارة ولكن فقدوا التواصل معاه. وبيعرفهم حاليا الشخص ده ان في دكتور تاني اسمه اوين هيدخل العماره عشان يجيب عينات الدم بحيث يقدروا يدرسوا الفيروس. ودور بقى القائد ولارا وماتروس وروسو انهم يدخلوا معاه ويامنوه. فبيوافقوا الكل بقى على كلام الراجل ده، وبياخدوا الدكتور اللي اسمه اوين وبيكونوا داخلين العماره. في الاثناء دي بيجي لهم راجل كده بنعرف انه زوج ماري، وبيطلب منهم ان هو يعني يدخل معاهم عشان يطمن على ماري وجينيفر. بس محدش بياخده معاهم، وبيدخلوا هم الخمسه كده للعماره. اول بقى ما بيدخلوا العماره بيلاقوا الكل حاليا دم في مدخل العماره، وكمان الكلبشات اللي كانت ماري مربوطه بيها. بس كل ده مش بيفرق معاهم دلوقتي، وبيتكلم اوين بقى معاهم وبيقول لهم انهم هيطلعوا لاخر دور في العماره
وايوه ده الدور اللي كانت فيه الشقه اللي انجيلا وبابلو ماتوا فيها لما قابلوا البنت اللي شكلها غريب واللي شكينا شويه انها الفتاه البرتغاليه. المهم دلوقتي هم بقى بيطلعوا الشقه دي وبيشوفوا التحقيقات اللي كانت معموله عن الفتاه البرتغاليه وما الى ذلك، وبيفضل اوين يقول لهم يصوروا ويسجلوا كل حاجه لان طبعا كل الحاجات دي هتهمهم، وطبعا بيكونوا الكل مستغربين لكنهم بيسمعوا كلام اوين من سكات وبيعملوا كل ده. في كل الأحوال بعد فترة بيسمعوا كل أصوات جاية من دور تاني في العمارة، فبيروحوا للدور ده وبيدخلوا شقة كده بيلاقوا فيها زومبي قدامهم، والزومبي ده بيهجم على ماتروس وبيحوله هو كمان لزومبي في لحظات. ولكن هنا بقى بتحصل حاجة أغرب من الخيال، ماتروس مش بيقدر يعمل أي حاجة لحد، وده بقى لأن أوين حاليا اتكلم وبدأ يقول تعاويذ كده وآيات من الكتاب المقدس، وبسبب كل اللي عمله أوين ده فجأة ماتروس بيقف ومش بيأذي أي حد. فبياخدوا بقى أوين وبيحبسوا جوه أوضة كده وبيعمل في الأوضة دي زي تميمة كده بحيث يفضل ماتروس ساكن فيها وما يفكرش يعمل أي حاجة لأي حد تاني. طبعا اللي حصل ده كان حاجة غريبة جدا، وزي ما انت صديقي استغربت كمان القائد ولورا وروسو استغربوا هما التانيين، فسألوا بقى أوين هو بيعمل ايه بالظبط. وهنا بقى بيعرفهم أوين انه لازم يقول الحقيقة كاملة عشان خاطر يبقوا فاهمين كل حاجة زيه، وبيبدأ بقى أوين يحكي ويعرفهم الآتي. أولا كده أوين بيعرفهم انه مش طبيب ولا تبع وزارة الصحة ولا أي حاجة من الكلام العبيط ده، ولكن أوين بيعرفهم انه قصة من الفاتيكان، وان الحكايه كلها بدات لما في بنت واللي هي بالمناسبه الفتاه البرتغاليه لبسها بقى شيطان قوي، والشيطان ده بيقتل اي حد قدامه بدون اي تردد. المهم يعني ان الفتاه البرتغاليه دي راحت بقى للفاتيكان عشان تتعالج هناك، وهناك بقى عرفوا ان المس الشيطاني اللي عليها اشبه بالوباء وانه بينتشر وممكن يصيب ناس تانية ويحولهم لزومبي وما الى ذلك. وبيعرفهم بقى ان الفاتيكان وقتها قررت انها تعمل حاجه غريبه شويتين، وهي انها بعتت قسم اسمه البيدا العمارة دي بالتحديد ومعاه الفتاة البرتغالية، وكمان معاه مجموعة من الأطفال اللي اتمسوا بسبب برضه الفتاة البرتغالية. تقدر تقول اتمسوا يعني أو اتصابوا بنفس الوباء. المهم كان كل دور بقى القصة البيضة من الكلام ده كله إنه يلاقي حل لكل ده ويخلص من المس الشيطاني اللي بيسبب وباء. والمفروض يعني إنهم جابوا البيضة هنا بالتحديد عشان المكان سهل يتسيطر عليه، واستحالة الموضوع يخرج عن السيطرة في مكان نائي زي ده. وبيعرفهم أوين كمان ان البدع على فكره توصل ان الشيء اللي يقدروا يوقفوا بيه المس وبالتالي يوقفوا الوباء ده خالص هو انهم ياخدوا دم الفتاه البرتغاليه ويعملوا منه ترياق. بس البيضة ما قدرش يعمل ده لان الشيطان اللي على الفتاه البرتغاليه خرج عن السيطره وقتل البيضة، وبدا بعد كده ينشر المس بتاعه او تقدر تقول الوباء في العماره كلها. وهم بقى جايين هنا عشان خاطر ياخدوا عينات من دم الفتاه البرتغاليه ويصنعوا منه الترياق. وبيعرفهم اوين برضو ان هو اللي بيدير المهمه وهو اللي هيقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، ومحدش هيقدر يخرج من هنا الا بامر من اوين، واللي بالمناسبه بيتواصل دايما مع القوات اللي بره العماره من خلال جهاز لاسلكي معاه بيتعرفوا منه على بصمه صوته وصوته هو وبس. ولازم هو بقى اللي يدي الامر عشان يخرجوا، ولو فكروا يخرجوا من دماغهم الشرطه اللي بره المكان هيفتكروهم مصابين بالمس او الوباء يعني وهيقتلوهم فورا. ده بقى معناه ان القائد ولورا وروسو اتورطوا مع اوين ولازم يوصلوا لدم الفتاة البرتغالية والا مش هيخرجوا من هنا. ويا صديقي الفتاة البرتغالية هي البنت المرعبة اللي قتلت انجيلا وبابلو اللي ما كناش نعرف مين دي اصلا. اما بقى الطفل اللي كان موجود في مكان سري في بيت البيدا واللي هجم على بابلو وانجيلا برضه، فده طفل من الاطفال اللي اتصابوا بالمس او الوباء وكان البيدا بيحاول يعالجهم. تمام جدا، وكده عرفنا كل الخبايا اللي فاتت. في كل الأحوال بيفكروا الكل دلوقتي وبيتواصلوا إن أكيد عينة الدم بتاعة الفتاة البرتغالية دي موجود في المكان السري اللي كان البيدا بيعمل فيه تجاربه على الأطفال عشان يعني يخلصهم من المس أو الوباء ده. فبالتالي بيطلعوا الكل حاليا للمكان السري اللي فوق شقة البيدا عشان يعني ياخدوا منه عينة الدم. بس المشكلة إنهم أول ما بيفتحوا الباب بتاع السقف بيلاقوا جثة وقعت، وأيوة دي جثة البيدا. المهم يعني إن بيجي لهم حاليا كمان طفل متحول لزومبي وبيحاول يهجم عليهم، بس بيخلصوا عليه بسرعة. بعد كده بيطلعوا هما للمكان السري وبيلاقوا حاليا أطفال كتير محبوسين في قفص حديد ومتحولين كلهم لزومبي، ودول كلهم اتمسوا وجالهم الوباء وكان البيدا بيعالجهم. بس عامة يعني بيقدروا إن هما يوصلوا لعينة الدم بتاعت الفتاة البرتغالية وبياخدوها وبيمشوا، وبيروحوا دلوقتي المكان أمان وبياخد أوين جزء من العينة بتاعت الدم دي وبيدي باقي العينة للقائد. بعدها بيعمل اوين تعويذه كده عشان يعرف هل هو ده دم الفتاة البرتغالية ولا لا، ولما بيعمل تعويذته الدم بيولع نار، وهنا بقى بيعرف اوين ان ده الدم المطلوب، فبيفرح انهم كده هياخدوا ويمشوا. بس فرحته لن تكتمل لان يا صديقي بقى عينة الدم اللي كانت مع القائد بتتحرق، ويا خسارة كان عندك عينة وراحت. وده بقى بيعصب اوين جدا وبيقول لهم انهم هيدوروا تاني لحد ما يلاقوا عينة دم جديدة تكون برضه بتاعت الفتاة البرتغالية. المشكله بقى ان هم خارجين يدوروا فجاه بيلاقوا زومبي قدامهم، والعلم ده مش اي زومبي يا صديقي، ده جوز ماري اللي قلت لك انه كان عاوز يدخل العماره يطمن على مراته وبنته، قدامها نعرف دخل ازاي اصلا.
المهم يعني انهم بيقتلوه، وفي الوقت ده بيبصوا كده فبيلاقوا 4 اشخاص في العماره، ولدين شباب وبنت كده، وكمان راجل في الاطفاء اسمه خوزيه. طبعا يعني وجودهم هنا كان ممنوع، فبيهربوا من القائد واللي معاه، وهنعرف قدام برضو ال4 دول دخلوا العماره ازاي. المهم بعد شويه بتحصل حاجه لا على البال ولا على الخاطر، لان في زومبي كتير بيجوا للكل فبيستخبوا، وهنا بقى القائد واوين وروسو بيستخبوا في المكان، ولارا بتستخبى في مكان تاني خالص. ولكن المشكله ان الشقه اللي فيها لارا دي كان كلها زومبي، وبيفضل دلوقتي لارا يستخبى منهم بس مش بيلاقي حل، وبيعرف انه كده كده ميت، فبيطلع مسدسه وبيضرب نفسه بالنار وبيخلص نفسه من العذاب الكبير اللي كان مستنيه على ايد الزومبي. على الجانب الاخر بنشوف ان القائد واوين وروسو بيدخلوا شقه يستخبوا فيها، وفجاه بتخرج عليهم الطفله جينيفر، واللي بيقدر بقى القائد ان هو يسيطر عليها. وساعتها بيجي لها اوين وبيقول لها انه عارف ان الشيطان اللي بينشر الوباء ده تلبسها، وبيسالها دلوقتي عن مكانه، بس الشيطان ده كان مسيطر على جينيفر جامد، فمش بتقدر ان هي تقول له اي حاجه، وبتحاول تهاجم الكل لحد ما بيضطروا ان هم يقتلوها وبيكونوا في امان مؤقتا. ودلوقتي بقى بتحصل حاجه اغرب من الخيال، لان الكل بيلاقوا ان الكاميرا بتاعت ماتروس اللي مات اصلا اشتغلت، وبيظهر فيها 3 شباب كده، ودول نفس الشباب اللي شافوهم في العماره من شويه. ودلوقتي بقى جه ميعاد الاسئله المهمه، وهي ال3 دول ازاي دخلوا العماره اصلا وبيعملوا ايه هنا. عشان نعرف اجابه السؤال ده هنرجع بالزمن شويه وقت بسيط جدا، ساعه يعني مش اكتر من كده. في عماره يا صديقي قدام العماره بتاعتنا دي بنشوف 3 شباب كده، وهم ولد اسمه يوري واخته اللي اسمها ميري وصديقهم بقى اللي اسمه تيتو. تيتو ده بقى كان معاه كاميرا وبيصور حاليا ميري ويوري، وهم دلوقتي معاهم زي دمية كده بيحاولوا ان هم يفجروها باستخدام الالعاب الناريه ويطيروها من فوق العماره اللي هم عليها دي. ولكن اللعبه بتاعتهم دي بتفشل والدمية مش بتطير في حته. المهم وسط كل ده بقى بيجوا الظباط وبيعرفوهم انهم لازم ينزلوا من على العماره دي. والظباط دول يا صديقي كانوا مفترض انهم كانوا جايين يقفوا على السطح بتاع العماير كقناصه، عشان لو حد خرج من العماره الاساسيه اللي هي فيها الوباء يخلصوا عليه على طول. تيتو بقى وميري ويوري بينزلوا من العماره دي فعلا، وبيبقوا قدام العماره الاساسيه بتاعتنا على طول، وبيشوفوا حاليا ضباط الشرطه اللي هم روسو ولارا وماتروس والقائد واوين وهم داخلين العماره، لانهم في الوقت ده كانوا لسه داخلين، لان زي ما بقول لك رجعنا للماضي. في كل الاحوال بيكونوا تيتو وميري ويوري مش فاهمين ايه اللي بيحصل اصلا، لكنهم في نفس الوقت بيشوفوا جوز ماري وهو بيتكلم مع واحد من رجاله المطافي اسمه خوزيه، وبيتفقوا سوا ان هم يدخلوا العماره من خلال الصرف، ان خوزيه عاوز يشوف اصدقائه اليكس ومانو، وكمان جوز ماري عايز يعني يوصل لماري مراته وجينيفر. فالمهم يوري بقى وتيتو وميري بيعرفوا حاليا ازاي يدخلوا العماره، فبيروحوا للصرف وبيدخلوا منه العماره. واول ما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم في ورشه النسيج، وبيلاقوا مسدس كده كان واقع من حد هنا، فبياخد تيتو المسدس ده وبالغلط بيضرب طلقه، وعلى صوت الطلقه دي بقى بيجي خوزيه وجوز ماري اللي لسه داخلين حالا للعماره، واول ما بيشوفهم خوزيه بيهزقهم انهم دخلوا لهنا وهم اطفال اصلا، وبيعرفهم انهم لازم يعني يخرجوا، وبياخدهم للباب اللي هيرجعهم للصرف عشان يخرجوا. فبيلاقوا بقى الباب ده اتقفل لان الشرطه قفلوا المكان ده كمان عشان ما حدش يقدر يدخل او يطلع. طبعا بيتصدموا الكل، وبيقول دلوقتي خوزيه لميري ويوري وتيتو انهم لازم يفضلوا معاه هنا عشان ما حدش فيهم يحصل لهم اي حاجه، وبياخدهم بقى كلهم ومعاهم جوز ماري عشان يعني يدوروا على ماري وجينيفر. وبيطلعوا بقى لشقه ماري بيلاقوا هناك ماري فعلا، لكنها بتهجم حقيقة على جوزها وبتعضه. في الوقت ده الكل بيشتبكوا معاها لحد ما بيقدروا يولعوا العاب ناريه وبيضربوها بيها، فبتبعد عن المكان. لكنهم بيلاقوا دلوقتي ان جوز ماري اتعض وخلاص يعني هيتحول، فبيسيبوه وبيمشوا بيدخلوا شقه تانية كده عشان يهربوا منها. لكنهم لما بيقربوا للشبابيك هناك فجأة الشرطه بتضرب عليهم نار، فبيستخبوا وبيخرجوا من الشقه دي. وفي طريقهم بيقفوا على السلم فبيشوفوا القائد واوين وروسو بالصدفه زي ما شفنا قبل كده، فبيخافوا انهم يضربوهم بالنار، فبالتالي بيستخبوا منهم هم كمان. بيدخلوا دلوقتي الشقه اللي كان فيها ماتروس، وفي الوقت ده بيلاقوا الخوذه اللي كانت فيها الكاميرا بتاعت ماتروس، فبيحتفظوا بيها. وايوه في الوقت ده قدر القائد واوين وروسو يشوفوهم على الكاميرا بتاعت ماتروس. بس مش ده المهم. المهم دلوقتي فعلا ان الكل حاليا في الشقه اللي ماتروس محبوس فيها دي بتعويذه من طرف اوين زي ما قلنا قبل كده. والمهم برضو ان الكل بيسمعوا صوت ماتروس ورا الاوضه اللي محبوس فيها دي، فبيفتكروه محتاج مساعده، فبيفتحوا الباب وفجاه بيهجم ماتروس عليهم بكل جنان، وبيقدر يمسك خوزيه وبيفضل يعض فيه. وساعتها بتجيب ميري المسدس وبتحاول تضرب ماتروس، بس بالغلط بتضرب خوزيه وبتقتله. بعدها ماتروس بيهجم عليها لكنها بتقتله هو كمان. وفي الوقت ده بقى اخيرا بيوصل القائد واوين وروسو عندهم. طبعا بيفضلوا يزعقوا لهم على كل اللي عملوه ده من البدايه، لكن قبل ما يحصل اي حاجه تاني بيلاقوا الكل ان يوري اتعض وهيتحول لزومبي، فبناء عليه بيسيطروا عليه وبيربطوه. وقبل بقى ما اي حد يعمل اي حاجه فجاه بيلاقوا الكل قدامهم اخر حاجه ممكن يتوقعوها، لانهم يا صديقي بيلاقوا قدامهم انجيلا، واللي بنعرف هنا انها ما ماتتش او ماتت. والحقيقه لسه ما نعرفش هو ده حصل ازاي، بس كالعاده كله هيبان قدام.
في كل الأحوال بتعرفهم أنجيلا بنفسها وإنها الوحيدة اللي نجت هنا في العمارة، فبيقرروا الكل إن هم يخلوها معاهم عشان تكون بأمان. بعد كده بيدخل أوين وبيحقق مع يوري لأنه عارف إن الشيطان اللي متسبب في كل ده جوه جسمه هو. وبيسأله دلوقتي أوين هي فين بقى الفتاة البرتغالية، لكن يوري مش بيرد، بل اللي بترد هي أنجيلا واللي بتعرفهم إنها في شقة البيضة. فبيوافقوا الكل على كلامها وبيقولوا دلوقتي إن هم هيرجعوا للشقة بتاعة البيضة بحيث يمسكوا الفتاة البرتغالية وياخدوا منها عينة الدم اللي محتاجينها. وبالفعل بيرجعوا لكل الشقة بتاعة البيضة من جديد، وبيفضلوا يدوروا هنا وهناك على الفتاة البرتغالية لحد ما فجأة بيوصلوا لحوض مية كده، وهوب بتظهر الفتاة البرتغالية وبتسحب القائد، والقائد تعيش انت. بعدها الفتاة البرتغالية بتختفي، بس بيفضلوا الكل يدوروا عليها لحد ما بتوصل عندهم. وبيحاول في الوقت ده اوين ان هو يثبتها وياخد منها عينة الدم، بس انجيلا بتضربها بالنار وبتخلص عليها. بعد كده بتقول انجيلا لاوين ان هو يخرجهم من هنا، لكن اوين بيرفض وبيعرفها انها قتلت الفتاة البرتغالية، ولازم يعرف حاليا الشيطان بقى جوه جسم مين بشكل اساسي عشان ياخد عينة دم منه. والا الشيطان لو جوه جسم حد ومعرفوش هو مين هيقدر بسهولة ينشر الوباء ده من جديد. في الوقت ده انجيلا بتتجنن وبتقتل روسو وبتفضل تتعارك مع اوين وبتقول له انه لازم يعني يبلغ بره انهم يخرجوا من المكان ده ويخرجهم من هنا، لكن اوين بيرفض. فبتضحك انجيلا بجنان وبتعرفه انها مش انجيلا وانها تقدر تخرج من هنا حتى بدون مساعدته. وبنفهم هنا بقى يا صديقي ان الشيطان اللي بينشر الوباء ده دخل جوه جسم انجيلا، وده يفسر اصلا هي ازاي لسه عايشه، احنا شفناها بتموت. المهم ان حاليا انجيلا بتقتل اوين وبتجيب اللاسلكي بتاعه وبتتكلم مع الشرطه بصوت اوين وبتطلب منهم انهم يامنوا اي حد هيخرج من العماره، وده معناه ان الحكايه ما انتهتش بل لسه الحكايه هتبدا. عامه بعد مده كبيره من كل ده بنكون عند كنيسه وبنشوف حاليا ناس كتير هناك. نعرف ان كل الناس دول جايين النهارده عشان يحتفلوا بزواج كولدو على البنت اللي كان بيحبها طول عمره كلارا. وحاليا بقى بنشوف ان ادريان ابن عم كولدو كان معاه كاميرا كده وبيفضل يصور كولدو وهو فرحان جدا. وبعد شويه بيوصل صديق لكولدو من زمان اسمه رافا وبيفضل يسلم على كولدو، بعدها بيسلم على ادريان وبيتكلم رافا مع كولدو وبيساله هل ناتالي جات ولا لا، لكن كولدو مش بيرد على رافا وهنعرف مين ناتالي دي ولكن يعني شويه قدام. المهم بعد وقت مش طويل بيوصل للمكان خال كولدو اللي اسمه فيكتور، وبيسلم فيكتور على كولدو وبيبارك له على الفرح. ولحد هنا كل حاجه كانت تمام. اللي مش تمام بقى ان كولدو حاليا وادريان بيلاحظوا عضه كده على ايد فيكتور، فبيسالوه ايه الحوار ده، فبيعرفهم ان في كلب عضه. وايوه يا صديقي زي ما توقعت كده، ده الكلب غالبا اللي كان مصاب بوباء الزومبي بتاع الشيطان، وغالبا فيكتور حاليا مصاب بوباء الزومبي. ولو تفتكر برضو في الجزء اللي فات سبق وقلنا ان الطفله جينيفر كان عندها كلب اسمه ماكس وكان بيتعالج عند طبيب بيطري، والكلب ده كان مصاب بالمس بتاع الشيطان وجواه وباء الزومبي. فبمعنى تاني كده غالبا الطبيب ده هو فيكتور. في كل الاحوال بعد فتره مش طويله من كل ده بتوصل العروسه كلارا للمكان مع ابوها، وبيدخلوا الكل حاليا الكنيسه وبشكل رسمي بيتجوزوا كولدو وكلارا. وبعد ما يخلصوا اللي بيعملوه ده بيفضلوا كل الموجودين يحتفلوا وبيتصوروا وما الى ذلك. في نفس اليوم ده بقى بالليل بيبدأ الفرح وبتشتغل الأغاني والكل بيفضلوا يرقصوا وهم مبسوطين جدا ولا على بالهم أي حاجة خالص. وفي أثناء بقى ما الكل كانوا في الفرح عمالين يرقصوا ويهيصوا وكده يعني، بنشوف حاليا إن أدريان ابن عم كولدو كان واقف بره الفرح يشم شوية هوا، وقابل راجل كده اسمه جون. وجون ده صديقي بيشتغل إنه بيلبس دبدوب وحاجات زي كده وبيرقص في الأفراح والاحتفالات وما إلى ذلك. المهم يعني إن أدريان بيفضل واقف يتكلم مع جون. وسط كل ده بيشوف فيكتور عمال يرجع وبيكون شكله غريب، وبيكون واضح كده ان اعراض وباء الزومبي بدأت تظهر على فيكتور. المهم ان ادريان بيحاول يطمن عليه لكن فيكتور بيسيبه وبيدخل الفرح. بعدها بيشوف ادريان ناس كتير في المكان لابسين بدل واقيه، وبنعرف هنا يا صديقي ان الناس دول اكيد تبع الحكومه وعرفوا ان في حد مصاب في الفرح، فجم لي هنا عشان ما يخلوش حد يخرج من الفرح وينشر العدوى زي ما حصل قبل كده في العماره. بعد شويه بيجي لاندريان المصور بتاع الفرح اللي اسمه اتون، وبيطلب من ادريان يجي يصور معاه يعني جوه لانه مش هيقدر لوحده يصور كل حاجه. فبيوافق ادريان وبيسيب جون دلوقتي وبيدخل للفرح وبيبدا بقى يصور الفرح وما الى ذلك. في نص الفرح بقى يا صديقي بنشوف ان رافا صديق كولدو بياخد البنت اللي اسمها ناتالي اللي كان بيتكلم مع كولدو عنها دي لو تفتكر، وبيسيب الكل وبيمشي عشان يعني يقعد مع ناتالي لوحديهم. وخليك برضو فاكر ان رافا وناتالي حاليا مع بعض. المهم بعد وقت مش طويل من كل ده بيبدا الجنان كله يحصل، لان يا صديقي فيكتور كان واقف في مكان عالي كده وفجاه بيقع من على المكان ده، فبيروح الكل يشوفوا ايه اللي حصل. وهنا بقى هوب بيعض فيكتور واحد من المعازيم، فبتتحول لزومبي وبتتقلب الدنيا في الفرح تماما. ده غير ان في زومبي كتير بيجوا من بره. وهنا عليه بنعرف ان فيكتور لما كان بره حول ناس كتير لزومبي، وحاليا بيهجموا دلوقتي كل الزومبي دول على الناس وبتنتشر الفوضى في كل مكان.
وسط كل اللي بيحصل ده كولدو بيبعد عن كلارا وبيدخل مطبخ كده في المكان عشان يحمي نفسه، وبيكون معاه حاليا ادريان واتون المصور وكمان الطفله تيتا اخت كلارا وشخص كده اسمه مونشو. ومونشو ده على فكره تقدر تقول كده عليه ان هو شخص شغال في وزاره السياحه، ودوره انه يروح الافراح عشان يسمع الاغاني اللي بتشتغل في الافراح دي بحيث يشوفها يتاخد عليها ضرايب قد ايه. شغلانه غريبه انا عارف، بس يعني هي موجوده بره ومتعارف عليها جدا، ومونشو ده بقى يعني بيشتغلها. مش مشكلتنا، المهم يعني دلوقتي بيكونوا الكل حاليا استخبوا مع كولدو في المطبخ، والمهم يعني ان الكل بيلاقوا حاليا ان الزومبي بيحاولوا يدخلوا عليهم المطبخ اللي هم فيه، فبالتالي بيقرروا ان هم يهربوا من هنا ويشوفوا فتحه تاني في الارض بتودي على الصرف. فبيجي بقى اتون بقى مفك كده وبيحاول يفتحها عشان يعني ينزلوا منها، وساعتها بيجي مونشو يساعد اتون فبيبوظ الدنيا خالص وبيوقع المفك في الصرف. وخليك يا صديقي فاكر المفك ده لقدام. المهم بعد كده بيلاقوا الكل فتحة تهوية في المكان فبيفتحوها وبيقرروا يهربوا منها، لكن اتون مليان حبة زي ما انت شايف كده، فبيعرف الكل ان الفتحة دي مش هتكفيه، وبالتالي بيعرفهم انه هيفضل مكانه هنا وهيحاول يتصرف مع الزومبي. طبعا بيعرفوا الكل كده ان اتون اكيد هيموت، لكنهم يعني مش بيتكلموا كتير وبيودعوه وبيمشوا من خلال فتحة التهوية. بيخرجوا بقى يا صديقي من فتحة التهوية على الحديقة، وفي المكان ده بيقرروا ان هم يتواصلوا مع الشرطة، وبالصدفة بيشوفوا عربية شرطة قريبة ليهم فبيروحوا لها بقى بيلاقوا فيها ضابط مقتول. فبيعرفوا يا صديقي ان الزومبي قتلوه، بس مش بيهتموا وبيقرروا ان هم يعملوا مكالمه من اللاسلكي اللي موجود في العربيه هنا. بس وسط كل ده بتوصل واحده من معازيم الفرح متحوله لزومبي وبتحاول تهجم على ادريان، بس ادريان بيمسكها وبيجي مونشو وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيقتلها. بعدها بيدخل مونشو العربيه بتاعه الشرطه وبيحاول يستخدم اللاسلكي، لكن لسوء الحظ فجاه الظابط بيصحى كزومبي وبيعض مونشو وتعيش انت. طبعا لما بيشوفوا كل المشهد ده بياخدوا بعضهم وبيهربوا فورا، وبيفضلوا بقى يهربوا ويهربوا لحد ما بيوصلوا عند الكنيسه اللي في المكان هنا. فبيخبطوا على باب الكنيسه وبتفتح لهم بقى جده ادريان وكولدو وبتطلب منهم ان هم يدخلوا هنا يعني لان المكان اكيد امان. بشكل مش مفهوم يا صديقي مفيش ولا زومبي بيدخل هنا، ما تفهمش ازاي بقى. فبيدخلوا بقى كولدو وادريان وتيتا للكنيسه وبيقفلوا الباب، وبيجوا الزومبي دلوقتي يقفوا قدام الباب، لكن محدش برضه بيدخل الكنيسه. في كل الأحوال بعد ما دخل بقى كولدو للكنيسة بيسأل جدته والكام حد الموجودين هنا عن كلارا لو يعني يعرفوا مكانها، بس محدش بيكون عارف مكانها لدرجة إنهم بيشكوا إنها ماتت. لكن كلارا ما ماتتش ولا حاجة يا صديقي، لأن كلارا بتتكلم من خلال مايك موجود في الكنيسة وبتعرف كولدو إنها بخير، بس قبل ما تقول أي حاجة تاني الإرسال بيقطع. في الوقت ده كان موجود في الكنيسة عامل من اللي بيشتغلوا في المكان هنا، وكانوا في قاعة الفرح برضه بيوزع مشروبات وما إلى ذلك. المهم يعني إن العامل ده عرف كولدو إن كلارا مادام قررت إن هي تتكلم في المايك تبقى هي في غرفة التحكم. فبيقرر بقى كولدو ان هو يروح ينقذها، وعلى طول بيلاقي كولدو دلوقتي لبس هنا في الكنيسة عبارة عن دروع وحاجات زي كده من بتاعة العصور الوسطى. فبيلبسوا كولدو والعامل لبس من دول عشان يحميهم من عضات الزومبي، وبيخرجوا بقى يدوروا على كلارا براحتهم. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان كلارا كانت في غرفة التحكم مع القس بتاع الكنيسة، والقس ده بنلاحظ انه مجنون شوية لدرجة انه بيفضل يتفرج على الزومبي وهو حاسس ان دي نهاية العالم وانه هيموت. بس كلارا ما كانتش فاقدة الامل زيه كده قوي، وعشان كده ضربته وقالت له انهم لازم يهربوا من غرفه التحكم دي لان الزومبي خلاص هيدخلوا. فبيفوق القس وبيوافق، وعلى طول بيعملوا من مفرش حاجات كده زي حبل وبينزلوا بقى بيه على الدور اللي تحتيهم بحيث يهربوا من الزومبي اللي داخلين غرفه التحكم دلوقتي. لما بينزلوا بقى للدور اللي تحتيهم بيلاقوا حاليا ان رافا وناتالي كانوا قاعدين مع بعض في الاوضه دي. وللعلم لا رافا ولا ناتالي بيكونوا عارفين ان في زومبي انتشروا ولا كانوا عارفين اي حاجه، وطبعا بيتفاجئوا من الكلام ده كله اللي قالوه كلارا والقس، لكنهم يعني قرروا ان هم يهربوا معاهم حالا ويدوروا بعد كده على كولدو ويمشوا من هنا. وفعلا بدأوا بقى الكل يلفوا في المكان هنا وهناك بحثا عن كولدو، وفي السكة بيطلعوا عليهم زومبي، وفي الوقت ده بيهجموا الزومبي على القس، لكن القس بيفضل يقرأ آيات من الإنجيل، فالزومبي حرفيا بيتخشوا مكانهم ومش بيعملوا أي حاجة. فبياخد القس بقى الكل وبيكملوا لفة هنا عشان يعني يلاقوا كولدو. على ذكر كولدو فبنشوف ان هو والعامل بيفضلوا يلفوا هنا وهناك بحيث يوصلوا لغرفة التحكم، وبيطلع عليهم دلوقتي زومبي وللأسف بيقدروا يقتلوا العامل. اما كولدو فبيقدر يشق طريقه لحد ما بيوصل لغرفة التحكم، لكنه طبعا مش بيلاقي هناك كلارا، بل بيلاقي هناك كاميرات مراقبة بيفضل منها بقى يشوف ايه اللي بيحصل بالظبط هنا وهناك في المكان كله. وبيشوف بقى حاليا كتير من المعازيم بتوع الفرح كانوا بيهربوا في الاتوبيسات اللي كانت موجودة في المكان، وبيهجموا برضه عليهم الزومبي وبيقتلوهم كلهم. والموقف يعني صراحة يا صديقي بيكون صعب جدا لكولدو. بس وسط ما كولدو بيشوف كل اللي بيحصل ده فجأة بيحس بحركة وبيشوف في الشاشة اللي قدامه ان الفتاة البرتغالية لو فاكرينها واقفة وراه. وللعلم مفيش حد واقف وراه، دي الشيطان بس يعني كده ايه بيلعبه. المهم ان كولدو بيلف يضرب اللي وراه بالسلاح اللي معاه على اساس يعني انه زومبي، وبيقدر يقتل الشخص اللي كان جاي من وراه واللي بيطلع على فكره كان انسان عادي مش زومبي ولا اي حاجه. وطبعا بيتصدم كولدو وبيتضايق جدا ان هو يعني ضرب بني ادم. على ناحيه تانيه بقى بنشوف ان كلارا وناتالي ورافا كانوا لسه بيهربوا سوا، وبالصدفه بيقابلوا جون لو تفتكروا، فبيقول له جون ان في مكان كده كان عاوز يفتحه ويستخبوا فيه،
فبيساعدوا وبيفتحوا المكان ده وبيستخبوا فيه. وفي الأثناء دي بتقعد ناتالي وكلارا يتكلموا، فبنعرف من كلامهم إن ناتالي زمان كانت مرتبطة بكولدو، وعشان كده يعني في حساسية كبيرة بينهم. وبالتالي بتعتذر ناتالي لكلارا لو يعني ضايقتها بإنها جت الفرح، لكن كلارا بتعرفها إنها ما اتضايقتش وبيتصالحوا الاتنين سوا. وسط بقى كل اللطف اللي بيحصل دلوقتي قدامنا ده، فجأة بيجي زومبي وبيهجم على ناتالي وبيقتلها. أما كلارا وجون ورافا فبيهربوا بره المكان لأنهم عرفوا دلوقتي إنهم مش في أمان، وبيكملوا محاولتهم للهروب من هنا. في نفس الوقت ده برضه بنشوف كولدو بيلف تاني من جديد بحثا عن كلارا، وبيدخل المطبخ بتاع القاعة لو تفتكروا، وبيلاقي في المطبخ ده أتون، وبيكون قاطع شريانه وقاتل نفسه عشان يعني الزومبي ما يقتلهوش. طبعا ده بيضايق كولدو جدا، ولكن كمان كولدو بيلاقي دلوقتي خاله فيكتور وهو زومبي قدامه، فبيتضايق كولدو أكتر وبيقتله وبيرحمه من العذاب اللي هو فيه. وبيفضل بعدها كولدو في المطبخ مش عارف يعمل ايه. بس كويس على فكرة ان هو هنا، وعشان تفهم ليه بقول لك تعالى نروح لكلارا اللي كانت لسه بتهرب من جون ورافا، وبيطلعوا عليهم زومبي وبيقدروا يخلصوا على جون. لكن كلارا والاخ رافا مش بييأسوا وبيكملوا هروبهم لحد ما بيوصلوا للصرف اللي تحت القاعة، واللي كان اتون عاوز يهربهم منه لو تفتكر، لكن مونشو وقع المفك اللي هيشيلوا بيه بوابة الصرف. المهم يعني ان كلارا وهي في الصرف بتلاقي منشار كهربي، فبتقرر تستخدمه وتقتل بيه الزومبي. بعد شويه بيجوا زومبي وبيهجموا على كلارا ورافا، فبتفضل بقى كلارا تقتل فيهم بكل عنف. ولما تخلص على الكل بتلاقي ان رافا اتعض من واحد فيهم وهيتحول خلاص لزومبي. بتزعل جدا جدا، ومنتهى الحزن بتستخدم المنشار ده وبتطير دماغه عشان ما يتحولش لزومبي ويتعذب. بعد كده بنشوف ان كولدو بيبص من فتحه الصرف، فبيلاقي يا صديقي كلارا، فبيندع عليها عشان تطلع له للمطبخ وتهرب بقى معاه من الزومبي الكتير اللي جايين عليها. وبيعرفها بعد كده كولدو ان في مفك عندها، فبتجيب المفك ده وبتديه لكولدو، واللي بيبدا بقى يفتح بيه بوابه الصرف. في نفس الوقت برضه بنشوف ان الزومبي بيقربوا جدا على كلارا اكتر واكتر، بس على اخر لحظه بيقدر كولدو ان هو يفتح الصرف وبيطلع كلارا عنده. في الوقت ده بيفرحوا الاتنين بشكل مش طبيعي انهم حاليا مع بعض اخيرا والاتنين بخير. بس بتكون عندهم دلوقتي مشكله تانية، وهي ان في زومبي كتير جدا في المكان. ولكن المشكله دي بتتحل على فكره لما القس بيتكلم في المايكات اللي في المكان كله، وبيفضل بقى يقول ايات من الانجيل. فبالتالي كل الزومبي بيقفوا مكانهم ومش بيقدروا يعملوا اي حاجه. فبيخرجوا بقى كولدو وكلارا من القاعة خالص لبره، وبيلاقوا دلوقتي زومبي كتير في المكان، وبيجي واحد منهم بيهجم على كلارا وبيعضها في ايدها. فبيجيب بقى كولدو سيف كده وبيقطع ايد كلارا عشان الوباء ما ينتشرش جوه جسمها كله وتتحول لزومبي. بعدها بيكونوا خلاص بيخرجوا من المكان دلوقتي وبيهربوا، لكنهم بيلاقوا الشرطة لابسين بدل واقية وقافلين المكان على كل اللي موجودين جوه الكنيسة عشان محدش يخرج ولا ينشر العدوى او الوباء بره. تحس يا صديقي ان الشرطة موجودة في البلد هنا مش عشان خاطر تمنع الزومبي، بل عشان تحاصر الناس جوه المكان لغايه ما تموت، وبعد كده يشوفوا مكان تاني يحاصروهم لغايه ما يموتوا وما الى ذلك. ما تفهمش الشرطه غريبه ليه كده. بس عموما الشرطه بتفضل تقول دلوقتي لكلارا وكولدو يفضلوا جوه ومحدش يفكر يخرج، وده فعلا اللي كان كولدو هيعمله. لكنه بيتفاجئ دلوقتي ان كلارا بتتحول لزومبي رغم انه قطع ايدها، وبسبب كده بيفقد كولدو الامل، فبياخد كلارا وبيخرج للكل وبيخلي كلارا تعضه، فالاتنين بيتحولوا لزومبي وبيكونوا هيهجموا على كل الشرطه اللي واقفين بره دول. لكن الشرطه بيسبقوهم وبيصفوهم على طول في مشهد من احزن ما يكون. وبيقعوا بقى كولدو وكلارا على الارض، وفي اخر لحظات حياتهم بيلمسوا ايد بعض وبيموتوا بعدها في مشهد من احزن ما يكون. وبكده بتنتهي الليله، وحرفيا كل اللي كانوا في الفرح بما فيهم العريس والعروسه يا اما ماتوا يا اما اتحولوا لزومبي. مفيش اي حد نجا من كل ده الا واحده بس، هنعرف هي مين ولكن بعد شويه. بتعدي بقى يا صديقي فترة على كل ده، وبنكون حاليا في عمارة تانية كده مختلفة خالص، وبنشوف 4 ضباط في العمارة دول. وبنعرف إن الضباط دول جايين لهنا مخصوص عشان يزرعوا متفجرات ويفجروا العمارة كلها. إن بكل بساطة من فترة الزومبي ظهروا فيها، وكل اللي في العمارة يا إما ماتوا يا إما اتحولوا لزومبي. المهم لما بيخلصوا بقى زرع المتفجرات بيقرروا يمشوا، ولكن الدنيا مش بالسهولة دي زي ما احنا عارفين. فبالتالي بيهجم عليهم زومبي، وفي 2 من الضباط دول بيتصابوا. فواحد من الضباط المصابين بيقتل زميله المصاب عشان ما يتحولش زومبي، لان دي هي الاوامر، اللي يتعض يتقتل. بعد كده المصاب التاني بيقول لزمايله الضباط اللي معاه ان هم يقتلوه، فبيقتلوه فعلا، وبيتبقى بالشكل ده 2 ضباط. وهم ضابط كده اسمه جوزمان وضابط اسمه لوكاس. وحاليا لوكاس بيسيب جوزمان وهنفهم ليه قدام. اما جوزمان نفسه فبيقابل بقى في المكان اخر حد ممكن نتوقعه، الا وهي انجيلا، واللي بنعرف انها كانت هنا عشان تغطي الاخبار. لكن في الحقيقه احنا عارفين يا صديقي ان انجيلا جواها الشيطان اللي بينشر وباء الزومبي، وغالبا هي هنا متنكره عشان تنشر الوباء اكتر واكتر. لكنها حاليا يعني مش بتعمل اي حاجه لجوزمان، وبيكون واضح انها تايهه وطريقتها غريبه، بس جوزمان بيقرر ان هو ينقذها وخلاص. بعد وقت بقى مش طويل من كل ده بتفوق انجيلا، فبتلاقي نفسها في معمل صغير كده، وقدامها دكتور بياخد منها عينات وحاجات كتير زي دي. والدكتور اللي قدامها ده على فكره هو مساعد الدكتور ريكارتي المسؤول عن المختبر ده بالكامل. ومن هنا ورايح يعني هنقول عليه المساعد على طول كاختصارا للوقت. المهم انجيلا ما بتكونش فاهمه اي حاجه ولا عارفه هي فين اصلا،
فبناء عليه بتفك أنجيلا نفسها وبتضرب اللي في المختبر وبتهرب. فبيفضلوا بقى جنود من كل مكان يطاردوها، وفي نفس الوقت بنشوف إن جوزمان بيصحى بيلاقي نفسه هو التاني في أوضة كده وما بيكونش عارف هو فين ووصل هنا إزاي. فبيخرج من الأوضة دي وفجأة بيلاقي نفسه في مكان غريب وبيرجح يعني إن المكان ده سفينة. بس مش ده المهم. المهم فعلا إن جوزمان بيقابل ست في المكان ده عجوزة، والعجوزة دي بتقول لجوزمان إنها ما تعرفش عيلتها فين وإنها ما تعرفش برضه هي وصلت هنا إزاي. والعجوز دي يا صديقي هي الناجاة الوحيدة من الفرح بتاع كولدو وكلارا اللي كنت بقول لك عليها من شوية، لكنها يعني في حالة صدمة ومش قادرة تصدق إن كل عيلتها ماتوا، وعشان كده بتسأل عليهم دلوقتي. المهم إن جوزمان بيعرفها إنه هيساعدها يلاقي عيلتها. وفي الأثناء دي بيلاقي جوزمان أنجيلا وهي بتهرب من الجنود، فبيروح يساعدها وبيهربوا سوا. فبيلاقوا الكل دلوقتي نفسهم على سفينة فعلا، وبيجوا الجنود وبيحاصروهم من كل مكان. بيجي بقى صديقي دلوقتي الدكتور ريكارتي، واللي بيعتذر لأنجيلا إنهم يعني كانوا رابطينها، وبيعرفها يعني إنهم عملوا كده عشان كانوا بيتأكدوا إنها مش مصابة بالمرض مش أكتر من كده. بعدها بيتكلم ريكارتي مع جوزمان وبيعرفوا كل حاجة. ريكارتي يا صديقي عرف جوزمان إن هو ولوكس والعجوزة وكمان أنجيلا هما الناجيين الوحيدين من هجوم الزومبي، وكان لازم بقى يجيبوهم لهنا عشان يبقوا معزولين وما ينشروش المرض بأي شكل كان. ومفروض يعني إنهم هنا برضه بحيث يدرسوهم ويتأكدوا هما مصابين بالمرض بجد ولا لأ، ويحاولوا يعني لو مصابين يصنعوا مصل منهم. وبيعرفوا ريكارتي برضو ان شغلهم هنا بامر من الحكومه ولازم الكل يسمعوا الكلام. بعدها بيعرف ريكارتي جوزمان على قبطان السفينه اللي اسمه اورتيجا، وبيتطوع اورتيجا دلوقتي انه يلف مع جوزمان في السفينه يعرفوا بيها كلها. فبيوافق جوزمان وبيتحرك معاه. فبياخدوا بقى القبطان اورتيجا لغرفه القياده، وهناك بيعرفوا اورتيجا على مساعده اللي اسمه جورو. بعدها بياخدوا يعرفوا على مسؤول الاتصال في السفينه واللي اسمه نيك. وبيعرفوا على فكره دلوقتي نيك انه ليه الكاميرا بتاعت انجيلا اللي كانت معاها، ومفروض يعني انه حاليا بيحاول يرجع كل اللي اتصور عليها. ويعني يا صديقي الكاميرا دي اللي كانت انجيلا وبابلو بيصوروا بيها في الجزء الاولاني خالص من السلسله دي، وتصور عليها انجيلا والشيطان بيدخل جوه جسمها من الفتاه البرتغاليه. بمعنى تاني نيك لو قدر يستعيد التصوير اللي كان موجود على الكاميرا زي ما هو بيحاول فعلا، هيقدروا الكل يعرفوا ان انجيلا هي اللي فيها الشيطان اللي بينشر الزومبي في كل مكان في العالم. المهم جوزمان بقى بيسيب نيك وبيروح للمطعم اللي في السفينة أو يعني الاستراحة اللي هنا، وبيقعد بقى ياكل مع لوكاس والعجوزة. وبنشوف حاليا إن الطباخ المسؤول عن الأكل في المكان اسمه الفلبيني، وخليكم فاكرين الفلبيني ده لقدام لأنه يعني مهم برضه. المهم بنسيب بقى كل حاجة حاليا وبنروح لمكان العمال في السفينة. بنشوف اتنين من الجنود بيتكلموا مع رئيس العمال، واللي بيعرفهم إن السفينة فيها مشكلة وإنه بيحاول يحلها. وخليك فاكر إن في مشكلة برضه لقدام. المهم بنرجع مرة تانية لجوزمان، واللي بيروح دلوقتي لنيك مرة تانية، وبيفضل نيك يقول له إنه بيقدر يدخل على السيستم بتاع الكاميرا بتاع ريكارتي وفريقه. فبيطلب جوزمان من نيك إن هو يوري له كده المعمل بتاع المكان. فبيوريه دلوقتي نيك. بيشوفوا الاتنين إن المعمل فيه باب سري، والباب ده وراه مفيش أي كاميرات، ولكن فيه اتنين جنود بيحرسوه. واضح كده إن المكان ده سري وفيه مصيبة أكيد هنعرفها قدام. بس المهم بعد شوية من كل ده بياخد جوزمان أنجيلا وبيوديها عند نيك، وبتتعرف دلوقتي هي كمان على نيك. وبيعرفها نيك حاليا ان الكاميرا بتاعتها معاه حاليا، وانه بيحاول يسترجع الفيديوهات اللي كانت عليه. فبتفرح بقى انجيلا لانها بتكون عاوزه تعرف حصل لها ايه في العماره بالظبط من اول جزء. وبنفهم هنا على فكره يا صديقي ان انجيلا ما تعرفش اصلا بخصوص الشيطان اللي موجود جواها، وده غالبا معناه ان الشيطان مش جوه انجيلا اصلا في الوقت الحالي، ولكن جوه مين هيبان قدام. في كل الاحوال بعد شويه بنشوف ريكارتي في المعمل مع رجالته، وبيعرفهم انه دخل المكان السري لانه اخترع مصل وعاوز يجربه على الزومبي اللي معاهم هنا ويشوف بقى هيشفيهم ولا لا. ايوه يا صديقي المكان السري ده فيه زومبي اصلا، وبيدخل حاليا ريكارتي عشان يعني يدي المصل لحد من الزومبي دول. لكنه بيلاقي الزومبي ده هرب، وبيعرف ان في حد هرب الزومبي عشان ينشر وباء الزومبي في السفينه كلها. وطبعا بيعرف ريكارتي كده ان اللي عمل ده 100% جواه الشيطان، واللي برضه غالبا لغايه دلوقتي شاكين انه انجيلا. ولكن بيطلب ريكارتي حاليا من الجنود انهم يوقفوا الزومبي ده عند حده قبل ما يحصل مصيبه كبيره. فبيسمعوا لكل كلامه وبينطلقوا في السفينه. بنشوف بقى في الاثناء دي ان الفلبيني اللي كان في المطبخ بيعمل عشاء للكل على السفينه هنا، ولكن بتحصل حاجه غير متوقعه لان فجاه بيجي للفلبيني قرد زومبي. وايوه زي ما جه في بالك كده الزومبي اللي كان مع ريكارتي وفريقه هو القرد ده. المهم يعني ان القرد ده بيحاول يقتل الفلبيني وبيقدر يعضه، لكن الفلبيني بيقدر في النهايه يحط القرد ده على النار وسط الاكل اللي كان بيعمله وبيقتله، وبيبدا الفلبيني نفسه حرفيا يتحول لزومبي. بعد شويه بيجي جور وبياخد دلوقتي الاكل من الفلبيني، واللي ما بيشوفش وشه خالص فمش بيعرف اصلا انه اتحول لزومبي. بس المهم ان جور بياخد الاكل اللي المفروض ان هو مسموم حاليا، وبيروح بقى على السفينه وبيديه كل الموجودين اللي هم الجنود. وبيبداوا بقى الجنود ياكلوا يا عيني، وده معناه ان كل الجنود دول هيتحولوا لزومبي برضه. في الوقت ده برضه كان جوزمان ولوكاس والكل هياكلوا من الاكل ده، لكن قبل ما ده يحصل العجوزه بتقول للوكاس انها عايزه يعني اكل معين كده،
فبيعرفها انه هيروح المطبخ يشوف الاكل ده موجود ولا لا. وفعلا بيروح لوكاس للمطبخ، لكنه بيلاقي الفلبيني متحول لزومبي، فبيحبسه في مكان كده في المطبخ. بعدها بيروح للكل وبيوقفهم عن الاكل عشان ما يتحولوش. وقتها بيجي ريكارتي وبيعرف الكل ان القرد ده كان معاهم كزومبي عشان يعني يجربوا عليه المصل. وبما ان القرد ما بقاش خلاص موجود، لازم يجربوا المصل ده على الفلبيني نفسه. فبيروحوا بقى جوزمان وريكارتي ومساعده لعند الفلبيني، وبيدخل ريكارتي وبيكهربوا الفلبيني وبيديله دلوقتي ريكارتي المصل اللي صنعوه. لكن الفلبيني مش بيخف ولا بيحصل له اي حاجه، بل بالعكس بيزيد جنانه اكتر واكتر وغضبه اكتر واكتر. وبيعرف كده ريكارتي ان المصل بتاعه ولا عمل اي حاجه غير بهدل الدنيا. فبالتالي بيخرجوا من عند الفلبيني، وبيقول جوزمان لريكارتي انه لازم يطلب المساعده قبل ما الكل يموت. لكن ريكارتي بيفاجئ جوزمان انهم مش هيقدروا يطلبوا المساعده، لان الحكومه عرفت ريكارتي انه ما يكلمهمش تاني الا لو اخترع مصل. غير كده هو وكل الفريق اللي معاه مصيرهم الموت لو الزومبي انتشر عندهم. وعشان كده اصلا هما بيعملوا كل ده هنا في السفينه في عرض البحر. وحتى على فكره مفيش معاهم اي قوارب نجاه عشان محدش يهرب وينشر الوباء بعيد عن المكان ده. طبعا بيتصدم جوزمان والكل من كل ده، ومحدش بيكون عارف المفروض طيب يعملوا ايه. والمصيبه الاكبر بقى اننا بنروح لنيك حاليا، واللي كان قاعد بيتفرج على تصوير الكاميرات، وبيكتشف حاليا ان معظم الجنود بيتحولوا لزومبي وبيهاجموا اي حد قدامهم. ومن هنا بدأ الجنان الرسمي. وبنرجع بقى لجوزمان واللي معاه واللي كانوا لسه مع ريكارتي، وبيقول ريكارتي حاليا لجوزمان ولوكاس والعجوزه وانجيلا انه مش هيقدر يساعدهم، وان كل اللي هيعمله حاليا انه هيرجع للمعمل يحاول يصنع مصل باي شكل. وبيسيبهم دلوقتي وبيمشي. وبيفضل بقى لوكاس يقول لريكارتي انه عمل حاجات كتير عشانه، وانه يعني لازم ياخدهم من هنا معاه ويخليهم معاه في المعمل عشان خاطر يبقوا محميين على الاقل. بس ريكارتي بيرفض وبيروح للمعمل مع رجالته، وبيسيبهم بقى يواجهوا مصيرهم مع الناس الموجودين هنا في السفينه واللي هم كلهم زومبي. وحاليا بقى بيسأل جوزمان لوكاس هو عمل ايه عشان ريكارتي اصلا زي ما بيقول. فبيعرفوا لوكاس ان هو اللي جاب لريكارتي عينة دم من العمارة اللي كانوا فيها، والعينة دي لزومبي عشان ريكارتي يستخدمها مع القرد ويحاول يصنع مصل. وده يفسر بقى لوكاس ليه كان ساب جوزمان في العمارة شوية، لانه كان بكل بساطة كان بيحاول في الخباثة يسرق العينة اللي جابها له. طبعا بيتعصب جوزمان من لوكاس، لكنه مش بيعمل له اي حاجة حاليا. وعلى طول بيقرروا الكل انهم هيروحوا لاورتيجا في غرفة القيادة عشان يحاولوا يشوفوا حل. وفعلا بيتحركوا الكل في طريقهم، وفي السكه بيقابلوا زومبي فبيخلصوا عليه وبيكملوا طريقهم من جديد. ولكن في نص السكه يا صديقي بتتصاب العجوزه بالجنون، فبتسيب بقى الكل وبتمشي، وبيروح بقى لوكاس وراها عشان يلحقها. ولكن جوزمان وانجيلا بيكملوا برضه زي ما هم طريقهم لحد ما بيوصلوا لاورتيجا. وبيطلب بقى منه ان هو يعني يغير اتجاه السفينه بسرعه ويرجع بيهم على الوطن. بس اورتيجا بيعرفهم ان في مشكله كبيره، والعمال حاليا بيحاولوا يصلحوها. بعد كده ممكن يقدروا يروحوا اي مكان عاوزينه. بس تعرف يا صديقي، المشكله دي عمرها ما هتتحل، لان بنشوف دلوقتي رئيس العمال المسؤول عن حل المشكله بيقولوا دلوقتي جنود اتحولوا لزومبي وحاليا بيهاجموه، وبيفضل بقى يضرب فيهم وبيقدر يخلص عليهم كلهم، لكنه بيكون اتصاب. وده معناه انه هيتحول لزومبي ومش هيقدر يحل اي حاجه على السفينه. في كل الاحوال في الوقت ده بقى كان جوزمان وانجيلا لسه مع اورتيجا ونيك. وبيطلب جوزمان من نيك ان هو يعني يدخل على الشبكه بتاعه ريكارتي ويشوف عليها بقى اي معلومات كده ولا كده ممكن تفيدهم. فبيدخل نيك على الشبكه دي وبيلاقي بقى ان ريكارتي ورجالته كانوا عاملين ابحاث عن الفتاه البرتغاليه. وبيعرفوا الكل هنا انهم حاليا بيدوروا على الشيطان، وعايزين يعرفوا دخل على مين بعد الفتاه البرتغاليه، بحيث يقدروا يصنعوا مصل يشفي من وباء الزومبي او من مس الشيطاني ده. وتعرف كل الكلام وتصوراتهم ده صح، لان في نفس الوقت ده بنشوف ان ريكارتي مع المساعده وبيتكلموا سوا، وبنعرف من كلامهم انهم بيدوروا على حد فيه الدم الاصلي للشيطان عشان يقدروا من خلاله ان هم يعني يصنعوا وباء زومبي. وحاليا بقى بيعرفوا الكل ان نيك كان رجع الفيديوهات بتاعت انجيلا. فبيشوف الفيديوهات دي بيلاقوا بقى ان الشيطان خرج من الفتاة البرتغالية ودخل جوه انجيلا، وده معناه انهم محتاجين دم انجيلا بحيث يقدروا يصنعوا المصل. في كل الاحوال بعد شويه بيلاقوا ريكارتي واللي معاه لوكاس عندهم، لانه كان لسه يعني بيدور على العجوزه. فبالتالي بيقبضوا عليه وبيسالوه جوزمان وانجيلا فين بالظبط. فبيعرفهم انهم عند اورتيجا. فعلى طول بقى بيروح عند اورتيجا وبيثبتوه هو وجوزمان، وبيعرفوهم انهم هياخدوا انجيلا وهيخرجوا الشيطان اللي جواها واللي هو عباره عن طفيلي وبينشر الوباء. في الاثناء دي بيوافق جوزمان وبيمسكوا الكل بقى انجيلا وبيربطوها وبيحاولوا يخرجوا منها الشيطان الطفيلي ده. لكن في الوقت ده بيوصلوا زومبي للمكان وبتتحول الدنيا لفوضى. وسط كل اللي بيحصل بتهرب انجيلا منهم، وكمان للاسف بيموت اورتيجا. وبيقدروا بعد كده يخلصوا على الزومبي. وبيلاقي ريكارد دلوقتي ان المساعد اتعض وهيتحول هو التاني، فبيأمر رجالته انهم يقتلوه، وفعلا بيعملوا كده. بعدها بيتكلم ريكارتي مع جوزمان وبيعرفوا انهم لازم يوصلوا لانجيلا عشان يقدر يصنع المصل اللي هو محتاجه، ويقدروا بعدها يطلبوا المساعده ويمشوا خالص من السفينه دي ويرجعوا الوطن. في الوقت ده بيتعصب جوزمان وبيسيب ريكارتي وبيروح هو ولوكاس لنيك، وبيسالوا نيك هل يقدر بنفسه يقود السفينه. فبيوافق نيك على كلامهم، لكنه بيعرفهم ان السفينه فيها مشكله ولازم الاول يصلحوها قبل ما يتحركوا. ودي المشكله اللي ما قدرش اصلا رئيس العمال يصلحها لانه مات قبل ما يصلحها.
فبيقرروا جوزمان ولوكاس يروحوا مع نيك للمحرك بتاع السفينة عشان يشوفوا ايه المشكلة ويصلحوها. وفعلا بيتحركوا لوكاس وجوزمان سوا. اما نيك فبيفضل قاعد على الكاميرات عشان يراقبهم من بعيد. في اللحظة دي بيشوف نيك ان انجيلا بتحاول انها تهرب من رجالة ريكارتي. فبيفضل نيك يوجهها ازاي تهرب، والعلم نيك بيعمل كده لانه يعني حب انجيلا. بس المهم ان انجيلا بتقدر توصل للمختبر عند ريكارتي وبتمسك ريكارتي وبتعرفه ان الشيطان ما بقاش جواها ولا هي اصلا السبب في كل ده. وحاليا بقى بتعض انجيلا ريكارتي وبتقول له ادخل واعمل تحاليلك وتاكد انت اتصبت بالوباء ولا لا، ولو ما اتصبتش بيه ده معناه ان الشيطان مش جوايا ولا انا السبب في كل ده. فبيوافق فعلا ريكارتي على كلامها، وعلى طول بيدخل يعمل التحاليل بتاعته وبيلاقي نفسه مش مصاب باي حاجه. فبيعرف ريكارتي على طول ان انجيلا مش هي المضيف الحالي للشيطان اللي بينشر الزومبي، وان في حد تاني كده الشيطان جواه. بس مين الحد ده برضه محدش يعرف لسه. في كل الاحوال لما بيلاقي ريكارتي الدنيا خربت كده بيقرر يعمل حاجه اجن من الخيال. بيفعل يا صديقي ان السفينه كلها تنفجر بعد وقت بسيط جدا، بحيث ان محدش يفضل عايش هنا نهائيا عشان ينشر الوباء، وايا كان مين المضيف اللي جواه الشيطان يموت هو والشيطان اللي جواه على السفينه، والوباء ده ينتهي للابد. في كل الأحوال بعد كده بتيجي أنجيلا وجوزمان لريكارتي، واللي بيعرفهم إن أنجيلا الشيطان مش جواها، وإن في حد تاني هو اللي الشيطان جواه وهو المضيف بتاعه، والحد ده بقى هو اللي هرب القرد الزومبي عشان يعمل كل ده من البداية. في الأثناء دي بتفتكر أنجيلا إنها شافت جوزمان جاي من ناحية المختبر في نفس الوقت اللي القرد الزومبي انطلق فيه في السفينة. وهنا بقى بتتصدم أنجيلا وبتواجه جوزمان وبتعرفه إن الشيطان جواه وإن هو المضيف الجديد ليه. وبتعرف انجيلا ان اكيد جوزمان خد الشيطان جواه وبقى مضيف ليه لما جوزمان انقذ انجيلا من العماره اللي كانت فيها. وساعتها الشيطان ليه ان جوزمان مضيف اقوى من انجيلا، فخرج من انجيلا ودخل جوه زي ما زمان الشيطان شاف انجيلا اقوى من الفتاه البرتغاليه فدخل جوه انجيلا. المهم ان الاخ جوزمان مش بينكر كل ده، وبيعرف انجيلا ان الشيطان جواه فعلا وانه هيقتلها هي وكل اللي على السفينه، وبعد كده هينشر الوباء في كل مكان في العالم. مجرد بقى ما بيخلص جوزمان كلامه بيجي ريكاردو وبيعرفهم انه فعل خلاص التفجير الذاتي بتاع السفينه، والكل هيموتوا ومفيش وباء زومبي تاني هيمشي بره المكان ده. وبيسيبهم ريكاردي وبيهرب. اما بقى انجيلا فبتضرب جوزمان بمسدس كهرباء كده وبتصعقه وبتسيب المكان وبتهرب. بعدها يا صديقي بتنزل انجيلا لمكان كده كله قرود، وكل القرود دول بيكونوا متحولين لزومبي برضه لان ريكاردي كان بيعمل عليهم تجارب. فبالتالي بيفضلوا يطاردوا انجيلا وانجيلا تهرب منهم. وفي نفس الوقت بنشوف ان نيك ولوكاس سوا وبينزلوا حاليا المحرك عشان يصلحوه، بس المشكله ان بيطلع عليهم زومبي كتير وبيهجموا على الاخ لوكاس، فبيسيبوا نيك وبيهرب وبيموت لوكاس للاسف. اما بقى نيك فبيكمل طريقه لحد ما بيقابل ريكارتي وبيلاقي مع ريكارتي حاليا قارب نجاه قابل للنفخ، اللي هو يا صديقي بيكون في شنطه وبتنفخه فبيتحول لقارب. فالمهم يعني ان ريكارتي بيعرف نيك ان ده القارب الوحيد اللي في السفينه وانهم يقدروا يهربوا سوا. بس نيك بيرفض لانه عاوز ينقذ انجيلا، وطبعا ريكارتي مش بيوافق يستنى انجيلا اصلا. فعلى طول بيضربه نيك وبيسرق منه القارب وبيروح يدور على انجيلا عشان ينقذها، لحد ما فعلا بعد شويه بيلاقيها. بس المشكله ان القرود كانت ورا انجيلا، فالاتنين بيتعاونوا وبيقتلوهم كلهم وبيخلصوا عليهم. وبمجرد بقى ما خلصوا من القرود جالهم جوزمان، لان واضح كده انهم بيخرجوا من مصيبه يقعوا في مشكله تانية. سبحان الله، تحس ان دي مش حل لوحدي. عموما بعيدا عن كل ده، جوزمان يا صديقي بيهجم على انجيلا دلوقتي وبيسيطر عليها، وبيقرر الشيطان اللي هو جوزمان ان هو يخرج منه ويدخل جوه جسم انجيلا وتكون المضيفه بتاعته من جديد. وبيبدا بقى الشيطان اللي على شكل طفيلي ده يخرج من جوزمان وبيكون بيدخل دلوقتي بق انجيلا. بس بيجي نيك في اللحظه المناسبه وبيضرب الطفيلي ده بسهم كده، فهوب عمليه النقل دي بتتوقف وبيقع جوزمان والطفيلي على الارض اموات. فعلى طول بيكملوا انجيلا ونيك طريقهم وبينطوا من السفينه اللي بتنفجر دلوقتي، وبيموتوا دلوقتي يا صديقي للاسف كل اللي فيها. ولكن انجيلا ونيك مش بيموتوا، وبيركبوا دلوقتي القارب اللي معاهم وبيهربوا بيه عشان يكونوا تقريبا هم الوحيدين اللي عاشوا من كل اللي حصل على السفينة. بس لحظة واحدة، في حد تاني عاش، والحد ده صديقي للأسف هو الطفيلي أو الشيطان الصغير ده، واللي بنشوف انه حاليا في قاع المحيط. وبيجي دلوقتي قرش كده او حوت ضخم مش قادر احدد الصراحه، وعلى طول بيدخل الطفيلي ده جواه عشان يكون المضيف الجديد. وبنعرف بكده ان الطفيلي او الشيطان ده ما انتهاش وهيحاول ينشر الوباء من جديد، ولكن مش هنعرف بقى هو هينجح في ده ولا لا، لان للاسف يا صديقي السلسله دي بتنتهي تماما على هنا. وكل اللي بنعرفه ان الشيطان او الطفيلي ده لسه طليق، واكيد العالم مش هيكون في امان ابدا بسببه. ولكن مع النقطه دي بينتهي الملخص ده يا صديقي، وبتنتهي السلسله دي كلها، واللي اتمنى تكون عجبتكم. ولحد ما نتقابل في ملخص جديد، ما اقدرش اقول لكم غير بس كده. سلام.